يا صباح الخير أو مساء الخير، يا رب يكون كل وقت بخير. في الفيديو ده هنتكلم ببساطة كبيرة جدا عن إزاي تقدر إن أنت تبحث على جوجل بطريقة فعلية أكتر، وبتقدر إن أنت تجيب النتيجة وكمان تخش تجيب أنت أكتر في الريسيرش بتاعك مع جوجل. كلنا بنقدر نبحث على جوجل، ولكن الفكرة أنت إزاي تبحث دي أهم كتير جدا من إن أنت تبحث. لأن أنا مثلا لو كتبنا مثلا جرافيك ديزاين غير لما اكتب حاجة معينة في جرافيك ديزاين، او غير لما اكتب حاجة معينة في دومين معين، او غير لما اكون عايز مثلا في حاجة مثلا كورس محتاجه لكن نسيت اسم جزء من مثلا في مثلا optimization for under NG مثلا، او حاجة زي كده. ممكن ان انا انسى مثلا، انسى كلمة optimization او انسى حاجة كده معينة، فاكتب مثلا حاجة، اكتب star for under NG مثلا كورسيرا، فهكون انا قلت له كل المعلومات ولكن لا انا ناسي اول حاجة، فهتلاقيه جايبها لك. فهنشوف ده مع بعض بطريقة عملي اكتر، فخليني انا انزل تحت واخليكم تشوفوا الشاشة. فثانية واحدة. اوكي. طيب. تمام. يلا بينا. طيب. هنبدأ. أنا التركين كاتبهم هنا. how to google it like a pro. how to google it. اوكي. طيب. أول واحدة دي بوصلة كبيرة جدا، ده لو احنا مثلا نسيين مثلا to be or not to be. أنا مش فاكر ايه to be or not to be. كل اللي احنا ممكن نعمله ان احنا هنخش هنا وهنكتب to be or not to be، فهيجي يجيب لك والله ان دي كانت سيرش كان حد كتبها قبل كده، او حاجه او حد بحث عنها. وفي جمل كتير جدا، يعني مثلا عايزين نعرف مثلا the hell has been empty مثلا. has been empty مثلا بتاعت شكسبير مثلا. has been empty. uh, all of the verse right here مثلا. تمام. فهي دي نفس الفكرة. hell is empty and all the rivers are here. دي بتاعت شكسبير، ويليام شكسبير. اوكي. آم، تمام. الحاجة التانية specific ويب سايت. ببساطة كبيرة جدا، أنا مثلا عايز أعرف مثلا كتاب معين. أنا مثلا بجيب، يعني هو يعني أوقات لما بتزنق في كتاب ولا حاجة بجيب مكتبة نور. أوكي، فخلينا نقول مثلا عايزين كتاب إيه، مثلا كتاب إيه يا ربي. آه أوكي، خلينا مثلا نقول كتاب حلقات خطرة. مكتبة نور. كده أنا هيجيب لي أول واحد. هكذا خلينا مثلا نكتبها بقى حاجة بالإنجلش، مثلا خلينا نكتب احنا كان اوكي specific ويب سايت. ماشي. problem solving. هاكر دوت. اوكي. argument program. هاكر وانت ده هاكر دوت كوم، ده هو حاجات خاصة بال problem solving وحاجات كتير جدا. فانت كده اديته specific سايت ان هو يبحث فيه. تمام. في حاجة تانية، ان انت يعني مثلا في المثال ده ان انت بتعمل exclude لحاجة معينة from research result. يعني هنا مثلا بيجي يقول لك، يعني خلينا كده. بص، هيجي يجيب لك cannot read مثلا، تلاقي جايبها لك على طول اهو في stack overflow مثلا. cannot read provide map of undefined. cannot read مثلا code مثلا scatter مثلا. cannot read data of، وإلى ما آخره. scatter charge. تمام. فأنت بتقول له مش بعرف أقرأ حاجة معينة، أو هو جايبها لي undefined، فبيبدأ إن هو يجيب لك الريسيرش بتاعها. رابع حاجة، وهي دي اللي هتبقى مهمة كتير جدا لناس خاصة في الجرافيك أكتر. بمعنى أنا مثلا دلوقتي عايز
robotics مثلا robotics um, image size um, مش عارف حاجة ممكن يكون كام بس يعني خلينا اوكي حاجة زي كده بس دي بالنسبة له هو ده اوكي اوكي تمام um, حاجة زي كده وطبعا وإلى ما آخره كنت وكنت عايز اقول لكم كمان حاجه تانية مثلا حته سبيسيفيك ويب سايت مثلا احنا مثلا جه عيد الاضحى او عيد رمضان يعني عيد رمضان مثلا لو كتبنا كده والله هيجيب لك مواقع كتير جدا بنترست وبيهانس ومش عارف ايه والكلام ده كله ده اذا جاب لك مواقع اوكي بس عيد رمضان مثلا بيهانس اهو فاذا شفتوا الموضوع بيفرق ازاي معاكم فهيفرق كتير جدا ان انت ازاي تبحث آه خلينا نخش تمام فايل طيب انا لو عايز مثلا problem solving كتاب مثلا كتاب عن حل المشاكل مثلا فايل تايب مثلا بي دي اف اوكي هتلاقي كل دول تقريبا بي دي اف او كلهم بي دي اف تمام يعني تقريبا الانجن الاول والتقريبا لغايه التالت كان بي دي اف تمام فاذا الحقيقه هو سو efficient قوي ولدرجه ان هو ينفعك في حاجات كتير جدا خلينا مثلا اوكي خلينا مثلا نقول مثلا بروبلم سولفينج زي ما احنا اتفقنا ولكن هنقول مثلا فري داونلود مثلا او تلاقي ايه ده سمارت بيبل مثلا تعال نشوف والله السمارت بيبل ده خلاص هو كده خلاص انت اصلا ممكن تحمله فبس كيوريوستي هتموتني ان انا عايز اشوف الكتاب ده فولي آم، اوكي يعني تمام هو تقريبا مش بيتكلم على الكودينج على قد ما هو بيتكلم بروبلم سولفينج في الحياه وده في حد ذاته حاجه كويسه يعني عشان الكود اوقات كتير جدا بيسبيسيفيك حاجه معينه لاننا كلنا اول ما بنفتكر حاجه اسمها بروبلم سولفينج بنفتكر الكود ولكن لا هي مش قوي كده ولكن ده جزء منه تعالوا نخش في حاجه تانية وهي ده اللي انا قلت لكم عليه ان انت مثلا والله انا مش عارف ان انا هبحث على ايه مثلا معين ولكن انا فاكر بقيه الجمله تمام يعني انا فخلينا مثلا نقول مثال كده انا مجهزه عشان حقيقه في حاجات كتير جدا مش بلاقي ليها امثله في بعض الاوقات والله يقول لك The Psychology of Money ده كتاب واتس ماني هتلاقوا ان هو بيسيب لك كلمه ذا اوف ماني وبيشيل لك والله الستار وبيحط لك مكانه كلمات تانية هي دي الفكره خلينا بخش على اللي بعده على طول حاجه زي كده ده بتستخدمها في حته يعني عشان انا مش عايز بس اوكي هندي على طول مثال مثلا آه هنا مثلا رياكت مثلا حتى تكون انا اوكي انا نفس المثال ده اللي هو بستخدم اور وانجلر مثلا فبيبدأ يجيب لك بحث هو اور واندر بتستخدم عادة في البحث يعني اوكي ف after و before وهنا دي هتبقى كويسة جدا لو انت بتبحث عن حاجة قديمة جدا بمعنى ايه مثلا history of AI مثلا before كل الحاجات الأغلب هتلاقيها دي هي ويكيبيديا هنا هو أصلا ويكيبيديا كان موجودة في 2020 آه قبل 2000 اوكي لا تصدق اوكي جايب لك كل الحاجات اللي موجودة كانت قبل 2000 يعني اهو دي 20th century وهنا 1900 و1950 والله بيجيب لك ايه اللي تم خلال الفترة اللي فاتت دي فاذا دي حاجة efficient قوي آم، دي ممكن تستخدم في ايه طيب يعني خليني كده والله انا كتبت فيلم او بكتب فيلم او بحاول ان انا افكر مثلا في حاجة اعملها تكون قديمة واربط الحاضر بطريقة ما مع الماضي ولكن ما يكونش الماضي قريب بمعنى ايه ما يكونش حاجة حصلت من سنتين انا عايز اعمل حاجة زي كاتنج مثلا كاتنج حصل في الوقت يبقى جايب مثلا يعني ما كنتش عايش مثلا من 2019 لغاية 2024 ولكن لا عايز اجيب الاحداث من قبل 2019 بس
ومش عايز اربطها، حتى لو في حاجه مربوطه بالمستقبل انا مش عايز اربطها. فاذا حاجه زي كده هتفيدك. كتب مثلا، او تجيب مثلا آم، حاجات جديرة بالذكر قبل 2019 حدث في العالم مثلا، وإلى ما آخره. فبيبدأ إن هو يجيب لك سيرش، تبدأ إن أنت تقدر إن أنت تكتب حاجة اللي أنت عايز تكتبها، تبحث عن حاجة اللي أنت عايز تبحثها. وعلى ما أظن إن هو هيكون كويس جدا لأي حد عايز يكتب أو بيحاول إن هو يفكر يكتب قصة أو رواية خيالية أو حاجة زي كده، هيكون مساعد كتير جدا حتى حاجات تاريخية. تشيك اوت ريتد ويب سايت. ريتد ويب سايت بمعنى بسيط جدا، والله هيجيب لك الحاجات اللي جوه جوجل مثلا. يعني دخلت مثلا هيجي يقول لك والله ان في حاجات مثلا زي فيسبوك وياهو وبينج اي اي والى ما اخره. آه، اوكي. مثلا ريتد اب وورك. او ممكن تستخدم alternative. alternative alternative. يعني هو جايب لك اسمه. اوكي. تعطي. هو جايب لك حاجات خاصة بريتد اب وورك، بس ممكن نستخدم مثلا alternative. alternative مثلا. alternative بمعنى بدائل. اهو. يعني هو جاب لك كلهم وما جابش فايف مثلا، والى ما اخره. فاذا بدل، عشان بس ابعت لكم الحاجة اللي زي كده هبعتها لكم. فنستخدم alternative. google.com. آه اوكي. يلا انتوا شفتوا ولا ايه؟ اوكي، على ما اظن شفتوا، لان اوكي انا اتمنى ان انتوا تكونوا شفتوا. um, so كده كل حاجة النهاردة. كنا بنتكلم عن حتة جوجل سيرش في الفيديو ده. أتمنى إن هو يكون مفيد ليكم. ولو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وكمان لو عندكم أي كومنتس أو تعليق بخصوص أي حاجة، يا ريت تسيبوها لي في الكومنتس تحت. وأنا كمان هحاول إن أنا أسيب لكم مش عارف ممكن أعمله لينك، بس أوكي شير هنا. كويس جدا. آه، اوكي خليني انا هحاول. اوكي invite only anyone with a link. حلو قوي. full access. بس can view. اوكي. آم، تمام. انا كده عملت كمان لينك للنوشن. اللي مش عنده نوشن يحمله، لان تركيا او تركيا ممكن يفتح لك الويب سايت. مش عارف، ممكن نعمل فيديو عن نوشن لو حابين. انا مش عارف، ولكن ابو زيد قناه دروس اونلاين هو عامل عن نوشن فيديو حلو قوي. وكمان تقريبا ليه كورس على نوشن. هو موقع بسيط جدا، بتقدر تحمله وتقدر تستخدمه وتستخدمه في حاجات كتير جدا. وبس كده. ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انا اشوفكم في فيديوهات كتير ان شاء الله الفتره الجايه. ودمتم سالمين. مع السلامه.